Rijangen itten majjere mo janga hande no ani. Fari jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. ɗan salminama Fulɓe TV anni addangol on jande nde annduɗa ko ɓeydutugol gandal fi ɓe immamuɓe e jooma gande télé Madina Islam arno noon jannugol ɓe woni dépense ɗum kadi woni ministre kippuɗo fi dina o Saudi Arabia ko ɓen ari tawta ɗo ɗum ɗo woni programme tammo mo annduɗa heeɓe waɗa mo e nder leydi Gambia kamɓe imamuɓen e golloɓe dambugal diine ɓen haray jokke men to mi adda noon ko feƴƴi e udditugol o jande balɗe jowi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khayri khalqillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بخيت الهجيلي من وزارة الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية، وفضيلة الشيخ الأستاذ مبارك الحنايا منسق للدورة من المملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ دكتور بابا سانكون سيسي مدير جامعة الإحسان والمشرف على دعاة الوزارة في دولة غامبيا، فضيلة الشيخ عيسى فودي دابو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا والأمين العام للأمانة العامة للتعليم الإسلامي العربي في غامبيا، فضيلة الشيخ عثمان كامرة دكتور عثمان كامرة مدير جامعة الحكمة مدراء الجامعات والأئمة ومدراء المدارس والمعاهد في غامبيا. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتتاح هذه الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في جمهورية غامبيا. وهذه الدورة تعتبر الدورة الثالثة من قبل الوزارة من هذا النوع لدولة غامبيا، ونظرا للتأخر نمشي إلى البرنامج مباشرة، وخير ما نفتتح به هذه الجلسة إن شاء الله تعالى تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأخ إبراهيم صو، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فالآن ننتقل إلى كلمة مدير جامعة الإحسان فضيلة الشيخ بابا سانكون سيسي. هذه الدورة العلمية
يشارك فيها 100 من الأئمة والخطباء والدعاة في مختلف الأنحاء من دولة غامبيا، من المساجد ومن الجامعات العربية داخل الدولة ومن المعاهد والمؤسسات الإسلامية. فنرحب بكم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الآن نحيل الميكروفون إلى مدير الجامعة الجهة المستضيفة جامعة الإحسان، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. صاحب الفضيلة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا الشيخ الإمام عيسى فودي دابو، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، الضيف العزيز الكريم الذي سيحاضر في هذه الأيام في هذه الدورة العلمية المباركة، الأستاذ مبارك الحنايا الإداري المنسق لهذه الدورة. أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يسعني في هذه الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة بعد شكر الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله إلا أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي هذه الجامعة، جامعة الإحسان، من الإداريين والمدرسين والطلاب والعمال وسائر الموظفين، أتقدم بالترحيب لكم في هذه المناسبة العلمية المباركة، والتي كما تقدم هي الثالثة من نوعها في هذه البلاد، تأتينا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذه الدورة العلمية التي تأتي من أجل تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم في هذه البلاد، ونحن بهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وفقه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، على تفضلهم بإتاحة الفرصة لإقامة هذه المناسبات العلمية الدعوية في سائر أنحاء الدنيا. ونحن في غامبيا والحمد لله قد حظينا بهذه الدورات المتتابعة، وما ذلك إلا لأن الجو الغامبي قابل لهذه الدورات ولهذه المناسبات، والأئمة الخطباء في أمس الحاجة إلى هذه اللقاءات مع أصحاب الفضيلة، أصحاب الخبرة في التعليم والدعوة إلى الله، من أجل شهر هممهم وزيادتهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها في أداء رسالتهم التعليمية والدعوية. فحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وحفظ قادتها والشعب الكريم المعطاء على ما يبذلونه في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين عموما، وفي خدمة العلم وطلابه بصفة خاصة. وجزاهم الله خيرا عن الأمة الإسلامية على ما يقدمونه من هذه الخدمات المادية والمعنوية في شتى أنحاء العالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. كما لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ عيسى فودي دابو، الذي هو حريص كل الحرص على حضور هذه المناسبات، لأن هذه الجامعات وهذه المؤسسات التعليمية والدعوية كلها تعمل صفا واحدا تحت مظلة المجلس الإسلامي الأعلى في هذه البلاد، وهذه نعمة يغبطنا عليها غيرنا من الدول المجاورة. أعني بذلك اللحمة ووحدة الصف
ووحدة الكلمة في هذه البلاد، والتي يرعاها سماحة الإمام عيسى والمتعاونون معه في المجلس الإسلامي الأعلى. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل لكم أيها الحضور الكرام، أيها الأئمة والخطباء والدعاة في هذه البلاد، على تلبيتهم وحرصكم على المشاركة في مثل هذه الأحداث أو المناسبات العلمية والدعوية، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقها في الدين من خلال ما نتلقاه من الدروس المهمة من أفواه المشايخ المجردين الذين خاضوا غمار الدعوة والتعليم سنين عددا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وجامعة الإحسان كما هي عادتها دائما تستضيف مثل هذه المناسبات العلمية، ونعبر عن فرحنا وسرورنا بأن تكون الجامعة جهة مقصودة لاستضافة هذه المناسبات العلمية والدعوية، وأبوابنا مفتوحة في كل الأوقات لمثل هذه الأعمال التي يلتقي فيها الأحبة من كل بقاع هذه البلاد من أجل أن يتبادلوا الخبرات وأن يتعارف بعضهم على بعض، من أجل أن يتعاونوا على هذا العمل العظيم الذي يشتركون فيه، وهو الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الدين الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. كما لا يفوتنا وأنا في هذه الكلمة أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عثمان محمد بشير كمرة مدير جامعة الحكمة، وكذلك بسماحة القاضي الشيخ عمر أحمد سيكا رئيس القضاة الشرعيين في هذه البلاد، وقد وصل لتوجه الآن في هذه الدورة، فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سنتلقاه في هذه الأيام من هذه الفوائد العلمية والدرر النادرة التي نستفيدها بإذن الله تعالى خلال أيام هذه الدورة المباركة. بارك الله فيكم وجزا الله الجميع خير الجزاء، وأعاننا دائما وأبدا على ما يرضيه عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا نرحب بدعاة الوزارة في دولة غامبيا، وكذلك فضيلة الشيخ القاضي عمر سك كرئيس محكمة الاستئناف الشرعية بدولة غامبيا، وهو منا. فهذه الدورة تستغرق 5 أيام بإذن الله تعالى، بدءا من اليوم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ويوم السبت بإذن الله تعالى. والدورة سوف نتناول خلالها كتابين، الشيخ سوف يتناول معنا كتابين، عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذا إن شاء الله سيكون خلال الأيام 3 الأولى. أما في اليومين الأخيرين سيكون في كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ سعدي رحمه الله تعالى. فالآن ننتقل إلى كلمة المجلس الإسلامي الأعلى يتولاها الرئيس شيخ عيسى فودي دابو حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من الإسلام ومن التفقه في الدين ومن وجود مثل هذه المناسبات في غامبيا. أحيي ضيوفنا الكرام الشيخ الفاضل وفدي المرافق من وزارة الشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية، وأحيي المشايخ الحاضرين معنا في هذه المناسبة، بدءا بمدير جامعة الإحسان دكتور بابا سانكون سيسي، ودكتور فامر جولة نائبه،
وكذلك دكتور عثمان كمرة من جامعة الحكمة، والشيخ رئيس محكمة الاستئناف، وكذلك نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ عمر سك، ورئيس الجلسة وغيرهم من الأئمة وأصحاب الفضيلة لدولة غامبيا. نحن في مناسبة أخرى جديدة ضمن سلسلة المناسبات التي حضرناها في شأن بناء قدرات الأئمة. فالحمد لله رب العالمين، هذه نعمة كبيرة لدولة غامبيا، وبناء على ذلك باسم قيادات الإسلامية في المجلس الإسلامي الأعلى وعامة المسلمين في غامبيا أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية على تنظيم هذه الدورات لأئمتنا ودعاتنا، فجزاكم الله عنا كل خير. هذه الدورات لها أهمية كبيرة لأنها تستهدف أهم فئة في غامبيا، وهي فئة الأئمة والدعاة. الأئمة والدعاة عندهم مكانة كبيرة في قلوب المسلمين في غامبيا، لأنهم هم الموجهون والمرشدون لآمة الشعب في هذه الدولة. كلماتهم مسموعة لأنهم قريبون إلى الناس، لأنهم يقومون بخدمة المجتمع بالتطوع. أئمتنا لا يتقاضون راتبا من الدولة ولا من غير الدولة، لكن مع ذلك يخدمون الناس ليل نهار في مجال هذا العمل، فهم المشرفون على جميع التسميات، ومشرفون على الجنائز، مشرفون على عقد النكاح وإصلاح ذات البين، أمور كثيرة جدا. فالحمد لله بناء قدراتهم نعتبرها أكبر استثمار في مجال الدعوة في غامبيا، فجزاكم الله عنا كل خير. ثم هؤلاء الأئمة هم الذراع الأيمن للمجلس في المصالحات وإخماد الفتن ويعني توحيد صف المسلمين، لذلك لهم مكانة كبيرة، وجزاكم الله خيرا على العناية بهم حتى يأخذوا العلم الشرعي وإضافة إلى المهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم، فتدريبهم معنى ذلك التدريب جميع القيادات في هذه الدولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم عنا كل خير، وأن يوفقنا للعمل لما يحبه ويرضاه. فالحمد لله رب العالمين، نحن سعداء جدا. وأختم كلمتي بطلب مزيد من هذه الدورات من الوزارة، وأخصص الشكر لجامعة الإحسان على تنظيمها الرائع لمثل هذه الدورات، كما أقدم الشكر الجزيل إلى جميع الجامعات الإسلامية العاملة في غامبيا والمؤسسات التعليمية لعنايتهم بالشباب بالعلم والتربية، والحمد لله رب العالمين. ولا زلنا في حاجة إلى مزيد من الجامعات. حاليا عندنا حوالي 80 مدرسة ثانوية، وتضم هذه المدارس الثانوية 11,000 ويعني 300 إلا قليلا. هذه 11,000 معنى ذلك مدارسنا العربية تخرج أكثر من 3,000 طالب سنويا، وجامعاتنا الإسلامية لا تتجاوز 4، وقدراتها في
يعني قبول الطلاب لا تتجاوز 200. بمعنى جامعات الموجودة بعد قبول الطلاب يبقى 2000 وزيادة لا يجد مكانا للمواصلة. إذا نحن في أمس الحاجة إلى الدعم لإيجاد مثل هذه الجامعات حتى نأخذ بأيدي الشباب إلى العلم الصحيح وإلى العقيدة الصحيحة. فجزاكم الله عنا كل خير وبارك فيكم والحمد لله. Okay, Alhamdulillah, we thank the Almighty Allah for this important occasion to help in capacity building, especially for our imams and Islamic scholars, which is very, very important. Because these are the people who are our community leaders, who extend the message of the Almighty Allah to the people. So helping them to build their capacity in the areas that they operate, give them skills that they need, that is very, very important. So on behalf of Muslims in the country and on behalf of our government, under the leadership of Mr. Adama Barrow and the entire government, I would like to give our special thanks and appreciation to Ministry of Islamic Affairs in the Kingdom of Saudi Arabia, and also the government of the Kingdom of Saudi Arabia under the leadership of the custodian of the two holy mosques, King Salman ibn Abdul Aziz, and the Crown Prince Muhammad ibn Salman, for the role that they are doing for Islam all over the world. So we thank them very much, and we thank the entire people of Saudi Arabia for the good work that they are doing, and also their good work that they are doing for Islam and Muslims all over the world. So on behalf of all Muslims in the Gambia, I thank you very much, and I thank you for your kind attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حقيقة نشكر حكومة المملكة العربية السعودية بدءا من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وكذلك نشكر يعني مكتب الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار السنغال، لأن هذه الدورة نفذت تحت إشراف ذلك المكتب. نشكر شيخ مدير المكتب شيخ سلمان الفهيد حفظه الله ورعاه، وشيخ تنكرة، وجميع العاملين في المكتب على حسن تنسيق بيننا وبينهم حتى تم تنفيذ مثل هذه الدورة. كما لا ننسى أن نشكر أيضا حكومة غامبيا برئاسة السيد آدم بارو على إتاحتهم لهذه الفرص لإقامة مثل هذه الدورات. فالآن نوتي الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بخيت الهجيلي، الذين غادروا المملكة العربية السعودية وقطعوا هذه المسافات الطويلة لإلقاء هذه الدروس وإلقاء الكلمات في المساجد والوعظ. فأهلا وسهلا ومرحبا بهم في أرض غامبيا دولتهم الثانية. فليتفضل الشيخ مشكورا. أمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحي هلا بإخوتي طلاب العلم، حي هلا
بإخوتي في العقيدة وفي الدين، وأحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان المبارك الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك. غامبيا وما أدراك ما غامبيا، هذه الدولة لي معها قصص عجيبة، وقد جئتها وقبل ما يقارب 17 سنة، ولي فيها قصة أذكرها في محافل. وهذه القصة تبين أهمية التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعمل عملا أنت لا تدري ما هي أبعاده، لكن الله عز وجل يجعل البركة فيما يشاء. كنت أتجول مع أخي الشيخ أبو محمد هارون كمارة، وكنا ننتقل عبر العبارات، فانتظرنا العبارة، وكان القسم النسائي في جهة وقسم الرجال في جهة أخرى، وكان قريب منا ليس بعيدا، ولاحظت امرأة تحمل صبيا عليه تمائم كثيرة. الصبي صغير عمره سنة تقريبا، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. فذهبت إلى هذا الصبي أو إلى المرأة وقلت لها: إن هذه التمائم لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. فكانت امرأة تفهم العربية بجوارها قالت: وهابي وهابي. فأراد الإخوة أن لا تكون هناك يعني مشاكل، فقالوا: خلاص نرجع. فجئت إلى المرأة، اقتربت منها وقلت لها: إن عندي دواء لابنك. ثم ذهبت. تعرف المرأة يعني حريصة على شفاء ابنها، فجاءت إلي، تركت النساء وجاءت نحوي وأخذت تشير لي: تعال. فقال الإخوة: لا نريد المشاكل. قلت لها: بما أنها قالت تعال أنا سأذهب إليها. فلما جئت قالت: تقول عندك دواء؟ قلت: نعم، أنا عندي دواء لابنك. قالت: ما هو؟ قلت: أول شيء أزيحي هذه التمائم. طبعا الإخوة يترجمون، لا أعرف لغتكم يعني. فقالت: أنت أزحها. فأزحتها وهي ما يقارب 13 أو 14 تميمة. أيوة سبحان الله. فقالت: ما هو الدواء؟ قلت: هاتي. فقرأت عليه سورة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها إيش؟ أنها الشافية. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقالت: هكذا؟ قلت: نعم هكذا فقط. خذي رقم الشيخ أبو محمد، وإذا أردت أي شيء اتصلي به. ثم ذهبت أنا ورجعت إلى السعودية في هذه الأوقات، مثل هذا الوقت يعني. فلما جاء أبو محمد إلى الحج قال: أتذكر تلك المرأة؟ قلت: نعم. قال: اتصلت بي وقالت: لقد شفى الله ولدي وليس فيه حبة، وكانت نصرانية فأسلمت، ليست مسلمة. هي لو يقولوا وهابية هي نصرانية. لا تعرف من هو محمد بن عبد الوهاب ولا الوهابية.
وكانت حامل فولدت، فقالت للشيخ: ما اسمه؟ قال: اسمه، ما اسم الشيخ؟ قال لها: اسمه محمد بخيت الحجيري. قالت: إذن هذا المولود اسمه محمد بخيت الحجيري. ولما سألت الشيخ محمد قال: هي ليست من البلد، وإنما هي من غينيا بيساو، ليست من بلاد من غامبيا، وإنما هي من غينيا بيساو. فأقول أيها الإخوة، يعني دعوة التوحيد هذه دعوة الرسل. والوزارة لما قررت هذا الكتاب، وهو كتاب عقيدة أصحاب الحديث السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله، المتوفى عام 449، يعني قبل 1000 سنة. وإذا قرأت هذا تجد أن هذه العقيدة هي العقيدة التي تدرسها الآن من غير هذا المصنف، وذلك لأن العقيدة واحدة ليس بينها اختلاف، لا في القديم ولا في الحديث، لأنها، وهذا أعظم ما يميز العقيدة السلفية الصحيحة، أن المصدر فيها هو الكتاب والسنة، لا يتغير بالرجال، ليس هناك تطوير في العقيدة. المذاهب كلها فيها تطوير، تجد الفرقة على ضلالة معينة ثم بعد ذلك تتوسع في الضلالات وتزيد في ضلالاتها. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي واحدة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي عقيدة لم تؤخذ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يمكن أن تكون العقيدة مأخوذة من غير الكتاب والسنة، وهذا ما يسمى بوحدة المصدر، كون المصدر واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يجعل لهذه العقيدة الاتفاق في كل عصر وفي كل زمن وفي كل بلد. عقيدتنا في السعودية كعقيدة أهل العلم في غامبيا، كعقيدة أهل العلم في الشرق وفي الغرب، لأن المصدر واحد. نأخذ عقيدتنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء في هذه الدورة، الحقيقة أنني أريد أن أشكر حكومة غامبيا، هذه الحكومة التي تتخذ الإسلام دينا وتفتح المجال للعلماء وطلاب العلم للدروس والانتفاع والدعوة، وهذا خير عظيم أيها الإخوة. ومن واجب العلماء وطلاب العلم والأئمة والخطباء أن يجمعوا قلوب الناس على أئمتهم، هذا واجب يا إخواني. إياك أن تنصاع إلى دعوات شرقية أو غربية أو حزبية تدعو إلى المظاهرات، ولو سموها بغير اسمها، قالوا مظاهرات إيش؟ سلمية. ليس هناك ما يسمى بمظاهرات سلمية، لأن النصيحة عندنا لولي الأمر هي بالسر، النصيحة بالسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيديه فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه. تعرفون صحيح البخاري؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ معروف صحيح البخاري. تعرفون كتاب الفتن من صحيح البخاري؟ هذا الكتاب ذكر البخاري فيه بابا قال فيه: الفتن تموج موج البحر، يعني الفتن العظيمة. ما هي الفتن العظيمة؟ الفتن تموج موج البحر. ثم ذكر فيه حديث أسامة بن زيد
أن أناسا جاءوه فقالوا له: ألا تناصح الرجل، يعني عثمان رضي الله عنه، ألا تناصح الرجل؟ وعثمان هذا ذي النورين قد خصه الله عز وجل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرفا فزوجه ابنتيه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن فضل عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان وضع يده بدلا من يده، قال: هذه يدي وهذه يد عثمان، وضع اليد الثانية لعثمان. لكن عثمان افتري عليه، وذلك أن الخوارج في كل زمن وفي كل مكان لا يرضون باستقرار الأوطان، وإنما يؤلبون ويثيرون. وهذه خطة عبد الله بن سبأ اليهودي. قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال عبد الله بن سبأ، اسمعوا، هذا عين ما تسمعه من بعض الحركيين كالإخوان المسلمين والقطبيين ونحوهم، عين ما تسمعه، يقولون المنكرات، انظر إلى المنكرات التي في بلادنا، المنكرات. قال عبد الله بن سبأ، قال: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب العامة. شوف كيف الخطة اليهودية، هذه خطة يهودية ما هي خطة إسلامية. الخطة الإسلامية هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت منكرا ناصح بينك وبينه. أنت لو أن أحدا أخطأ، هل ترضى أن يجلس في المسجد: يا أيها الناس فلان هذا هو الذي أمامكم، هذا الذي أمامكم فعل كيت وكيت، تقبلون منه هذا؟ ما تقبلون منه هذا الأمر. فكيف بالسلطان؟ من باب أولى وأحرى. إذن هذه خطة يهودية ليست هي من نظام محمد عليه الصلاة والسلام ولا من شريعته عليه الصلاة والسلام. المهم جاءوا إلى أسامة بن زيد، قال: ألا تكلم الرجل؟ انظر، لا تجد صحابيا بل لا تجد أحدا من علماء السلف يسعى إلى إثارة الفتن بين الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله. لا تجد أحد يدعو إلى الخروج على الحاكم ولا إلى إثارة الفتن، لا يوجد هذا في نظام الشريعة الإسلامية. فقال أسامة بن زيد: أرأيتموني كلما حدثته أخبرتكم؟ إني لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه. شوف، انظر إلى هذه العبارة وإلى تبويب الفقيه البخاري. فقه البخاري في أي شيء؟ في تراجمه. البخاري يقول: باب الفتن تموج موج البحر، يعني فتنة السلطان والخروج على السلطان فتن عظيمة تضيع فيها الحقوق وتسفك فيها الدماء وتضيع فيها الأراضي والمقدرات والأعراض، كل شيء يهلك إذا خرج الناس على إمامهم. قال ابن تيمية رحمه الله، قال بعض السلف: 40 سنة وفي رواية 60 سنة بحاكم جائر خير من ليلة بلا حاكم. ليش؟ لأن الظلم سيقع على أفراد. أما اليوم هذا ستنتهك فيه الأعراض وتؤخذ فيه الدماء، وهكذا طبع الناس، فيها البغي، يبغي بعضهم على بعض ويأكل بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف، لكن الذي يردعه هو السلطان. فقال رضي الله عنه: إني لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتح. يعني الذين كانوا قبل أسامة ما فعلوا هذا،
وأنا لا يمكن أن أكون أول من فعل ذلك. وأول من فعل هذا هم الخوارج. أول من فعل هذا هم الخوارج. اعترضوا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أمام الملأ: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ هم لا يرضون بحكم أحد. هذه إنما هي شعارات يريدون بها إفساد نظام البلد، لأنهم لا يعيشون إلا على الخراب. لا يمكن لهم أن يخرجوا وأن يستولوا وأن تكون لهم السلطة وأن يكون لهم الأمر إلا إذا أفسدوا ما بين الراعي والرعية. ولهذا لما خرج القراء الذين خرجوا عبد الرحمن بن الأشعث وابن الغسيل عبد الله بن الغسيل ابن طلحة رضي الله عنه، وعبد الله تابعي من التابعين، لما خرجوا على يزيد ماذا فعلوا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر ما خرج معهم، هم خرجوا في وقت الصحابة، وقت وجود الصحابة، والصحابة أنكروا عليهم خروجهم مع أنهم كانوا يسمون بالقراء يعني العلماء، هم عندهم شيء من العلم لكنهم يكثرون قراءة القرآن وعندهم عبادات، لكن ليس عندهم فقه الصحابة، فقه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان عبد الله بن عمر يأتي ابن الأشعث فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئت لأجلس، ولكن جئت لأخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يده من طاعة، قال عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من طاعة فإنه لقي الله لا حجة له. ما لك حجة، لأن الأدلة دلت على التحريم، ليس لك حجة إن خرجت على إمامك. وكان يقول رضي الله عنه: أعظم غدر أن يغدر التابع إمامه وقد أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. هذا من أعظم الغدر، أن تخرج على إمامك. وجاءوا إلى محمد بن الحنيفية. محمد بن الحنيفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، أخو الحسن والحسين، لكنه من غير فاطمة. فجاءوه يريدون منه أن يخرج على الإمام. اسمع لهذه الشائعات كما تراها الآن، هو سلاح يهودي إلى الآن مستمر. قالوا: نريد أن تخرج معنا، فإن يزيد يشرب الخمر ويؤخر الصلاة ولا يقرب العلماء. فقال محمد بن الحسن: والله لقد جئته ولم أرى منه ذلك، وإنه لحريص على الصلاة ويسأل أهله ويقرب العلماء، ولم أراه يشرب الخمر. قالوا: إنما يفعل ذلك تصنعا. قال: وما الذي أخافه مني؟ يعني إيش يخاف مني؟ أنا يعني فرد من الأفراد، ما الذي يخيفه مني؟ قالوا: والله ما هو إلا ذلك، وإنا نشهد على ذلك. قال: إن كنتم تشهدون ذلك فأنتم شركاؤه في الإثم. يعني ما يمكن يشرب لوحده، أكيد أنتم تشربون معه الخمر أيضا. وكيف يشرب يعني الخمر وأنتم جلساؤه ثم لم تنكروا عليه؟ إذن أنتم جلساؤه. قالوا: والله إنه لا يفعل ذلك. قال: أبى الله هذه الشهادة، يعني هذه شهادة زور، بما أن لم أرى أنا لا أشهد بذلك. فخرجوا على يزيد، وكانت المقتلة العظيمة حتى قيل قتل فيها وسفك فيها من دماء المسلمين خلق كثير قتلوا في هذه الفتنة. وممن خرج
الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي عالم، لكنه خرج مع هذه الجماعة. فلما انتهت فتنتهم كان الحجاج يتطلبه، يعني يبحث عنه، وكان هو يتخفى، ما كان يظهر، كان يتخفى، وأخذ سنين على هذا التخفي حتى يعني ضاق ذرعا بهذا التخفي، ثم أراد أن يظهر نفسه، يعني يحدث ما يحدث، اقتلوني يفعلوا ما تشاء. فلما جاءوا به أمسكوا به وجاءوا به إلى الحجاج، قال ألم نكرمك؟ يعني كان الحجاج يغدق عليه من حيث المال، يعطيه المجال للتدريس ونفع الناس، ألم نكرمك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال والله إننا لم نكن، اسمع لهذه الكلمة، إننا لم نكن من الأتقياء البررة ولا من الأقوياء الفجرة. يعني ما كنا أقوياء حين فجرنا وخالفنا السنة فتغلبتم علينا، ولم نكن متقين أبرار في خروجنا هذا، لأن هذا مخالف للنصوص. كم من النصوص التي تنهى عن الخروج عن الحاكم، لا يوجد في الشريعة كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكاد النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في مناسبة إلا ويذكر لزوم جماعة المسلمين، وهذا في أحاديث كثيرة، هذا في أحاديث كثيرة. فأقول إن الحاكم لا يجوز الخروج عليه، ووظيفة طلاب العلم هي جمع كلمة الناس على إمامهم، وهذا قاله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال إن من وظيفة العلماء وطلاب العلم جمع الكلمة على إمامهم، وذلك لما فيه من المصلحة العظيمة. والإجماع، حكى الإجماع على تحريم الخروج سواء كان بالقول أو بالعمل، وأقوال العلماء في كل مذهب، في كل مذهب. ولي رسالة لطيفة اسمها لزوم الجماعة من أسباب استقرار الأوطان، لزوم الجماعة من أسباب استقرار الأوطان. جمعت فيها كلاما كثيرا وما تركته أكثر مما كتبته في مختلف مذاهب العلماء، في مختلف مذاهب العلماء في لزوم جماعة المسلمين وما يترتب على الخروج عليهم من الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر، من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإنه من خرج قيد شبر لم يرح رائحة الجنة. عفوا، فإنه لمن خرج قيد شبر كانت ميتته جاهلية. قيد شبر. قال العيني في شرحه للبخاري قال وقيل إن معنى الشبر هذا يعني لو خرج بأدنى خروج حتى لو بالكلمة، الذي يثير الناس على الحاكم هذا يسمى خارجي، وإن كان ليس هو قد اكتمل خروجه، وإنما الأسباب لها أحكام المقاصد، فالذي يخرج ويسعى إلى إثارة الفتنة لا شك أنه متسبب في هذه الفتنة وهو مؤاخذ آثم بذلك. فأقول إن هذه القضية قضية مهمة جدا لا تستهن بها، فوالله إن الأوطان لتستقر بهذه القاعدة، وهي الاجتماع على ولي الأمر والسمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل. إذا أمر بمعصية فلا نطيعه في هذه المعصية، لكن يجب علينا أن نطيعه في كل ما أمر الله عز وجل، ما أمر به، سواء كان من الشريعة أو من أنظمة العادات. فأقول إن بلادكم ولله الحمد بلاد خير مستقرة، فيها الخير، فيها الرخاء، والحاكم
يؤيد دعوة الحق ويؤيد طلاب العلم، والحمد لله لا أدل على ذلك من وجود يعني جمعيات إسلامية تبحث عن حقوق المسلمين وتقدم لهم مشاريعهم التي يحتاجونها من علم وبناء وتطور. فأنتم في خير عظيم، إياكم أن تغتروا بكلمات المحرضين أهل الفتن. ثم إني أثمن حضور الإخوة والمشايخ الفضلاء افتتاحهم لهذه الدورة، وهذا يدل على حرصهم على شباب هذه البلاد وعلى أئمتها وعلى طلاب علمها وعلى دعاتها أن يتوجهوا التوجه الصحيح، وأن يكون الجميع يدا واحدة في إصلاح المجتمع، وهذا فيه من الخير الكثير والكثير والكثير. وما كان من خلل بيننا فنصلحه بيننا، الخلل الذي يكون بيننا نصلحه بالنصيحة بالتوجيه، ولا سيما إن كانت لنا مرجعية كالمجلس الإسلامي نرجع إليه نستفتيه نسأله، القضاة المفتين نرجع إليهم في أمورنا. لا تستقل برأيك، إياك أن تستقل برأيك، فإن رأي الجماعة أحب من رأي الفرد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة فإن ما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة. عليكم بالجماعة فإن ما تكرهون في حال الافتراق وإن كان هناك شيء من النقص خير مما تحبون تظنون أن فيه النفع. فالانفراد ليس فيه نفع، من شذ في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة. والمقصود بالجماعة في النصوص المقصود بهم أهل الحق الذين هم على الحق. قال السلف رحمهم الله: وحيثما ورد ذكر الجماعة فالمراد بهم من كان على الحق، وإن قل المتمسكون به وإن كثر المخالفون. ثم قال: وذلك أن الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن الجماعة بعده أو ومن الناس بعده. يعني إذا كنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك من خالفك من الناس، لا يضرك من خالفك من الناس. وهذا قول قاله ابن شامة في الحوادث والبدع، ترجعون إليه إن شاء الله في مقدمة الكتاب. فأقول إن الجماعة من كان على الحق، وأنتم إن شاء الله في هذه البلاد عندكم حق كثير وخير كثير. نجتمع إن شاء الله ويعين بعضنا بعضا على الخير ويناصح بعضنا بعضا على إتمام هذا الخير، ولا نقول كما يقول الحركيون نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. فهذه عقيدة شيطانية ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أعظم عقيدة عندهم الولاء والبراء. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. ولذلك نحن يعين بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا ويصوب بعضنا بعضا، ولكن إياكم والافتراق، فإن الافتراق مفسد للعباد والبلاد. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة عرفانا بالجميل وشكرا لهذه البلاد الطيبة وللمشايخ الفضلاء الذين أكرمونا بمجيئهم، وأنتم عندكم ولله الحمد علماء كثير تستفيدون منهم، لكن هذه الدورات فيها شحذ لهمتي وهمتكم، ليس فيها علم زائد ولكن فيها شحذ للهمة وإعانة على الخير. نسأل الله عز وجل
أن يجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. طيب، إذن عندنا أول درس لنا هو ما يتعلق بعقيدة السلف أصحاب الحديث. طيب. ثالثة لتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء في دولة غامبيا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. كما لا ننسى أن نشكر فضيلة الوزير فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه، وجميع منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية على اهتمامهم للدعوة والدعاة في جميع أنحاء العالم. فبناء على هذا نرفع هذه الحفلة الافتتاحية ونأخذ استراحة لمدة 30 دقيقة. الشيخ يستريح، بعد ذلك نعود إلى القاعة لبدء الدرس مع الشيخ في الكتاب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe wonɓe ndarude Fulɓe TV e kala ka wawɗon ndarude. Tawi hande ndeɗo ñalande ko ñalande yettugol Allahu tabaraka wa taala. Hiɗen ɗo Al Ihsan University imam training course mo andanɗa hoorema ko waɗimo sponsor ko Kingdom of Saudi Arabia ministry jogiiɓe fi Islamic Affairs. Kingdom of Saudi Arabia ɓe waɗi collaborate Islam Attach Office wonɗo onda Kingdom of Saudi Arabia Embassy wonɗo Dakar on. Haray ko Al Ihsan University hande ka yiwɗon ɗo almamiɓe temedere e waɗoɓe da'wa noddoɓe faade Allahu tabaraka wa taala ko kamɓe wona e waɗede ɗo training hande. Ko honno ɓe waajorta, ko honno ɓe noddirta, ɓe ɓeydondire. Haray noon oɗo mawɗo fadilati Cheikh Mouhammad Bakhit Al Hujayli immorɗo ka Kingdom of Saudi Arabia o ariɗo fi ɓeydangol ɓeɗo almamiɓe ɓe yiwɗon e ndiɗo leydi Gambia. Haray men jarni Kingdom of Saudi Arabia King Salman kañum e ɓiɗɗo makko on wali ahdi Mouhammad bin Salman e waɗugol ɓe support kullel islam e aduna on fof tentini ndiɗo leydi Gambia. Ko wana noon kadi hiɗen jarna Gambia government e leadership His Excellency President Adama Barrow e newnalngol en sifaɗe golle ɗo wawe waɗede ndiɗo leydi. Hara en yi Dr. Baba Sankun Cissé ko kanko woni councilor ka Al Ihsan University ɗo o waɗi welcome i hoɓɓe ɓen, o waɗi welcome tami almamiɓe ɓen e argol ɓe ɗo fi tawde men e oɗo imam training course. Ko wana noon kadi oɗo President Supreme Islamic Council Cheikh Issa Fode Dabo kanko kadi o jonniri konngol Supreme Islamic Council o holliri important e nafooje ko woni e sifa oɗo imam training course. O holli imamu ɓen no jogui rôle mawɗo, ko kamɓe wajoto yimɓe ɓen, ko kamɓe jannata yimɓe ɓen, ka dennaboji ko almamiɓe ɓen, ka humugol dewle ko almamiɓe ɓen, e ka fatulleji kadi ko kamɓe moƴƴintingol hakkude yimɓe. Argol waɗa ɓeɗo train haray ɗum ɗon ko waɗugol support ɓeɗo almamiɓe haray Gambia no waɗi need sifa ɗum ɗo. Haray min andina on kadi oɗo imam training course ko kanko woni tataɓo mo Kingdom of Saudi Arabia waɗani almamiɓe e nder Gambia. Goɗɗon ko King Fahad Mosque wanno lasiya disiya ɓe waɗani en kadi goɗɗo ado lebbi ɗiɗi ɓawo e nduɗo lewru kadi ɓe ari ɓe wattani en oɗo imam training course. Haray min jarni Kingdom of Saudi Arabia, min jarni kadi almamiɓe e nder leydi nin fof
temedere almami woni ko woni e oɗo training course min jarni on kadi ono media wawɓe arde ɗo wawa waɗande men coverage ko musidɗo moon alimam Mouhammad Salih Boun Mahmoud Ba e aranno on ɗo on jarnama on weltanama. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini.